أهلا يا هالة، كنت عايزة أكلمك في موضوع إننا محتاجين جرافيك ديزاينر جديد. بس ياسمين إحنا معانا إيمان والشغل مش مستاهل الاتنين يعملوه. ما أنا عايزة أقترح عليكي إن إيمان تمشي ونجيب حد مكانها. ليه؟ بصراحة يا هالة مش كنتش عايزة أتكلم، بس هو التعامل معاها بقى صعب جدا وهي مش مرنة خالص في الشغل. أوكي، ده كلام مختلف شوية لإن ديسمبر أنتِ مدياها تقييم ممتاز في آخر السنة. أنا مش فاكرة التقييم بالظبط يعني، لكن عموما أنا بتكلم على الفترة الأخيرة. هي الفترة الأخيرة أنا بقيت بعاني معاها عشان نخلص الشغل مع بعض، وشايفة إن إحنا الأحسن نعين حد تاني. أيوه ياسمين، بس الرفض مش بالساهل كده، يعني لازم الأول تجربي تسمعي منها، تفهمي هو في إيه المشاكل اللي بتواجهها. هو مشاكل إيه يعني؟ طب مش معنى ما بقيت التيم شغال معايا كويس جدا. تمام يا ياسمين ما فيش مشكلة، بس هو قبل ما نمشّي حد لازم نعمل له coaching، لازم ندّي له warning، لازم نحطّه على performance improvement plan، لكن فجأة كده حد كان واخد 4 أمشّيه، الموضوع غريب جدًا، هو أنتم متخانقين؟ لأ طبعًا، إزاي بتقولي كده؟ أنا شخص professional، أنا مش هادخّل تعاملاتي معاها بالشغل. خلاص طالما أنتِ professional والدنيا تمام معاكم، يبقى لازم تتكلمي معاها الأول وتعملي الخطوات اللي قُلت لِك عليها، ونتقابل الأسبوع الجاي ونشوف إيه الprogress في الموضوع، ولو احتجتيني أو لو مش هتقدري تعملي الخطوات دي، أنا ما عنديش مانع أتدخّل بنفسي وأشوف المشكلة فين. يعني مش نعيّن حد تاني؟ لأ، للأسف مش هنقدر نعين حد تاني لحد ما نشوف الموضوع ده، وإن شاء الله إيمان تتحسن. إيمان معانا بقى لها 4 سنين ومش شخص أنا حابة أخسره. ماشي يا هلا. أوكي، نتكلم الأسبوع الجاي، باي باي.